السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم لجميع المسلمين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، وكذلك رمضان كريم لجميع المغاربة المتواجدين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كيف ما تعرف الجميع بأن هناك قضية وطنية اللي مهمة للجميع يتحدث عليها، وهو الحراك الشعبي اللي واقع في الحسيمة. ومن خلال هذا الفيديو نحاول نبين بعض الحقائق على هذا الحراك اللي تيحصل حاليا في مدينة الحسيمة. كما تعرف بأن الحراك هذا بدا مباشرة من بعد ديك الحادثة اللي وقعت الأخ محسن فكري، اللي مشى مسكين ضحية داك الحادث اللي القضية اللي تتسمى بقضية تحنمو. هاد القضيه اللي مشاو فيها ضحايا كثير، ماشي غير محسن فكري الله يرحمه، ولكن مشى فيها يعني حتى سائق الشاحنه والمساعد ديالو والمخزني وربما البوليسي، يعني مجموعه ديال الناس اللي مشاو كأكباش فداء. والمساله راه معروفه دائما. نرجعوا للقضيه ديالنا، هو ان الحراك الشعبي مباشره من بعد وقعت هذه الحادثه هذه، يعني كان واحد تجمهور عفوي ديال الناس اللي كانوا في حصلوا ديك الحادثه. ولكن الاشكال هو ان في ديك الوقيته ديال التجمهر خرج واحد الشخص اللي كان ما معروفش في ديك الفتره، ولكن حاليا هو اصبح من المناضلين، اللي ما نقولوش مناضلين ولكن يعني الناس يعتبروه يعني من مناضل، يعني وتدافع عن الحقوق ديال الناس ديال الريف. هذا الشخص هذا هو اللي تيتسمى بناصر الزفزافي، واللي كلشي تيسمع عليه وتيشوف الفيديوهات ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشخص هذا اللي عنده قدرة كبيرة في الإقناع، والمسألة راه تلاحظها كلشي في الفيديوهات ديالو. هذا الشخص اللي حث الناس وطلب من الناس باش ما يغادروش المكان حتى يحضر الوالي ويحضر وكيل العام ديال الملك. الكل تعرف بأن تمت الاستجابة ديال الطلب لهذا الطلب، خوف من تصاعد الموقف. ولكن الإشكال يعني لما جاء الوالي وجاء ولي الوكيل العام للملك، تغيرت المطالب. مبقاش المطالب ديال ان الحضور ديالهم والدخول في مفاوضات، ولات المطالبه بالاقاله او الاستقاله ديال الوالي. وهذه المساله هذه اللي تمت الاستجابه ديالها من طرف وزاره الداخليه، والجميع تعرف هذه المساله هذه. من بعد ذلك يعني تم اشتراط مجموعه من الشروط، من بينها هي إقالة ديال المندوب الصيد البحري المتواجد في الحسيمة، واللي تمت الإقالة ديالو. كما تم الإقالة ديال مجموعة من الإداريين والمسؤولين دفعة واحدة، وذلك بأوامر ملكية، والجميع يعني عارف هذا الموضوع هذا. كلشي قرا على هذا الموضوع هذا بأن الملك عطى تعليمات ديالو بالإقالة مجموعة من المسؤولين الإداريين مرة واحدة حتى يتم الاستجابة للمطالب ديال الشعب الريف. بعد ذلك يعني بدينا نلاحظوا بان المطالب، يعني كل ما تيتم الاستجابه لطلب من المطالب الا وتظهر مطالب اخرى، لدرجه ان يعني من بعد يعني كما تنقولوا منين جا الولي جديد، يعني الدوله باش تفادى يعني تصعيد الموقف قامت يعني بتعيين والي جديد. هذا الولي اللي قام بتعهد على نفسه على انه غادي يقدم يعني اراضي يعني بالمجان لابناء المنطقه من اجل الاستثمار فيها، وكذلك يعني اعفاء ضريبي بالنسبه للاشخاص اللي غادي يقوموا بالمشاريع على هذه الاراضي هذه. ولكن الاشكال كل ما تم يعني الاستجابه للطلب كيف ما قلنا، يعني تبان طالبات اخرى، لدرجه ان الاشخاص اللي في هذا الحراك هذا بداو تيظنوا بان استجابه للطلبات هو ضعف من الدوله المغربيه. وبعد ذلك بداو تلاحظوا بان المطالب ديالهم ولات تتمثل في ان الجلوس مباشره مع الملك والتفاوض معه، لان كما تيقولوا هما بان يعني ما كاينش ثقه في المسؤولين ديالنا كاملين شفاراوين. مساله يعني كمساله كامله عرفنا ما كاينش ثقه في المسؤولين ديالنا،
كاين الشفاره في المغرب، كاين فساد، كاين تهميش، كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كاينش غير في الريف بوحدو. يعني الكل تيعلم بان مجموعه ديال المناطق ديال المغرب مهمشه، مجموعه ديال المناطق يعني محتاجه المستشفيات، محتاجه المدارس، محتاجه المعامل فين يشتغلوا الناس، ولكن ماشي غير في الريف بوحدو. كما تنقولوا يعني المطالب اللي بدات تتغير شيئا فشيئا، ولينا تلاحظوا من فيما بعد ولات تخرج مسيرات. يعني وكنا حضرنا من هذه المساله هذه في فيديوهات من قبل اللي تم حدثناهم من بعد ما انتهى الحراك، بان هناك الناس اللي ما باغينش غير مطالب، يعني تحقق المطالب ديالهم، ولكن هناك اشخاص اللي تيطالبوا بكثر من داك الشيء. والدليل على هذا هو ان كاع المسيرات اللي كانت تخرج يعني كتترفع فيها الاعلام الامازيغيه، الاعلام ديال الريف، جمهوريه الريف، وكذلك ما تيتمش الرفع ديال العالم المغربي نهائيا. الرفع ديال العالم ديال الامازيغ ماشي اشكال، يعني الامازيغ عندهم واحد العالم ديالهم يعني تيحتفلوا به، ماشي اشكال، ولكن الرفع العالم ديال الجمهوريه الريفيه اللي تيطالبوا بها هما، يعني هذا هو الاشكال الخطير. يعني وهذه المساله هذه راه الجميع تيلاحظ بان جميع المسيرات اللي تخرج ما تيكونش الاعلام المغربيه، تكون يعني الاعلام ديال الامازيغ والاعلام ديال جمهوريه الريف. وهذه مساله خطيره، وكنا حذرنا من هذه المساله هذه، ولكن المجموعه ديال الناس يعني انتقدونا وهاجمونا وداك الشيء. ولكن هذه المساله تتلاحظوا دابا حاليا، يعني جميع المسيرات اللي تتخرج ما تيكونش الاعلام المغربيه. يعني وما يقدرش شي واحد يقول لي بان كاين اعلام مغربيه، لان تنشوفوا حنا الفيديوهات ما كاينش اعلام مغربيه. اللهم الا كان شي مظاهرات قليله اللي تيخرجوا بها الناس اللي مؤيدين يعني ولا ضد الحراك، ما نقولش ضد الحراك الشعبي، ولكن ضد ديك الفئه اللي تطالب بالانفصال. مسألة أخرى كما تنقولوا، يعني كما لاحظنا هو أن هاد ناصر الزرزافي كما قلنا اللي كان يعني ما كانش معروف نهائيا، والدولة اللي ارتكبت خطأ كبير هو أن سمحت له أن يعني تجاوز الخطوط الحمراء ديالو، ويعني وما تمش الاعتقال ديالو، ولكن في الحاليين عاد باغا تعتقلوا، وهذا اشكال غيكون مشكل كبير الا تم الاعتقال ديالو في هذه الفتره الراهنه، لان بالنسبه لناصر الزرزافي ما بقاش غير مواطن عادي، في نظرهم هو راه مناضل كبير، ودابا حاليا مدعوم مجموعه من الجهات الخارجيه. كاين الناس اللي غيقولوا لي بان راه يعني تتخلعونا، تديروا ما كاين لا جهات خارجيه لا والو. الى لاحظتوا بان مؤخرا راه كان واحد التنسيقيه ديال الناس الريف اللي عايشين في الخارج، اللي داروا واحد المؤتمر ديالهم اللي داروا في اسبانيا، اللي قالوا بانهم تدعموا الحراك اللي كاين في الريف. مسألة أخرى هو أن كاين واحد الجريدة ديال الجزائر تايمز اللي كان دارت واحد المقال على أن بأن الجزائر تتمول هذا الحراك هذا، وكان يعني الأشخاص من المخابرات الجزائرية اللي حضروا لهذا المؤتمر اللي داروا في اسبانيا وتدعمهم بالفلوس. المسألة ما قلتهاش انايا، المسألة تيقولها الموقع ديال واحد الموقع سميتو قال مملكة شي حاجة، دار هذا المقال هذا على ان الجزائر تايمز الجريدة هي اللي دارت هذا المقال على ان الجزائر تدعم بالفلوس وتحاول تنفخ هذا الحراك هذا. ما نقولوش صحيح المسألة صحيحة ولا كذوب، ولكن حاجة المسألة اللي عرفنا حنا هو أن الجزائر يعني يدها في كل شيء، أي حاجة فيها مشاكل المغرب تحاول تدعمها. وكل تيعرف ماشي غير المغاربة، يعني حتى الدول العربية ولا الناس الشعوب العربية تعرف بأن العدو اللدود ديال الجزائر هو المغرب. يعني الجزائر بالنسبة لها أي مشكل غادي يكون في المغرب تحاول تدعمه بما أمكن. على كل حال نرجعوا للموضوع ديالنا، هو ان هاد ناصر الزرزافي كيف قلنا من قبل يعني حاول يعني تعدى الحدود ديالو اكثر واكثر. الا لاحظتوا في الخطابات ديالو فيها واحد تيبدا بديك الخطاب ديال ان راه سلميه، ولكن من امتثال الخطاب ديالو توجيه تعليمات للاتباع ديالو. كما في الفيديوهات اللي لاحظنا بان الفيديوهات ديال ناصر الزرزافي هذا اللي تيقول بان تيهدد الدولة، تيخلع الدولة، إلا مشات السردين هبط على 7 دراهم غادي نديرو مسيرة قومية، هذا الشعب الريفي
يعني من حقك يعني الطالب يعني بالسردين بقل 5 دراهم وكاع فابور، لان الثروه السمكيه الحق للجميع ماشي غير لك انت، ولكن ما يكونش تهديد، ما يكونش تجيش للمواطنين. يعني حاولوا كما تنقولوا للناس ديال الريف، حاول الامور تكون سلميه. بالنسبه للاخ ناصر الزبزاكي اللي ارتكب اخطاء كثيره، ومن بين هاد الاخطاء هذه هو ان يعني كان تيحاول ما امكن يجيش يعني تيحاول يشجع ولا تيهيج الناس ديال الجيش والناس ديال الامن باش يرفضوا التعليمات ديال المسؤولين، وهذه سابقه خطيره. لان كان قبل كان في هذه كان نورمالمون كان خصو يتعتقل، ماشي حتى دار ديك الشوهه في خطبه الجمعه. لان شفت الفيديو ديالو انا، واحد الفيديو اللي تيطالب فيه الجيش باش يرفضوا التعليمات ديال المسؤولين ديالهم، تيطلب من البوليس اللي جاو مشاو للحسيمه باش يحافظوا على الامن، لان كتخرج واحد المسيره، وهذيك المساله معروفه. يعني اي بلاصه تكون شي مسيره ضخمه ولا تكون شي مشاكل ولا شي حاجه، اي دوله تتهبط الجيش ديالها وتتهبط الامن ديالها باش يحافظوا على المواطنين ويحافظوا على الممتلكات ديال الناس، ماشي باش يديروا مجزره كما بعض الصحفيين روجوا لها في ذاك الوقت. يعني من الدور ديال الجيش ولا من الدور ديال الامن هو الحفاظ على سلامه المواطنين والحفاظ على الممتلكات ديال الغير، يعني ماشي باش يهبطوا باش. يعني كما قلنا، يعني في الوقيته هاد ناصر الزبزافي اللي تيحرض الجيش باش يرفض التعليمات ديال المسؤولين ديالو، راه تيحرض الجيش على الملك، لان القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه هو الملك. يعني من تطلب انت من الجيش يرفض التعليمات ديال القائد ديالو، دونك شنو تطلب انت؟ تطلب ثوره، تطلب يعني تطلب يعني تنوض في هذه البلاد كما تنقولوا. يعني اخر حاجه اللي خلاتني انا ندير هذا الفيديو هذا، واللي خلات مجموعه ديال الناس ينتقدوا التصرفات ديال الزبزافي، هو خطبه الجمعه اللي تجاوز الخطوط الحمراء ديالو. من حقك تقول بان هذاك الامام يعني تيخدم المخزن تابع لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، هو عنده موضوع طاوله من حقه يهضر فيه، وانت من حقك تتكلم. ولكن يعني كان يعني كما تنقولوا كان خاصك تحترم الحرمه ديال المسجد، ما كانش خاصك ترفع الصوت ديالك وسط المسجد، ما خاصكش تنهي صلاه الجمعه. كان بامكانك تخرج لبرا وتهضر مع الناس وتنتقدوا، لان كما تعرف في الحديث يقول لك من لغى فلا جمعه له. يعني انت ماشي غير غيتي في صلاه الجمعه، انت راه موتي الروينه. يعني هذا هو الاشكال اللي خلى المجموعه ديال المغاربه ان ما متعاطفينش معاك انت. ما نقولش ما متعاطفينش مع الشعب، مع الاخوان ديالنا في الريف، ولكن ما متعاطفينش معاك انت. حنا مع الاخوان ديالنا في الريف في المطالب ديالهم، يعني معاهم، يعني باش يرفع باش تكون مشاريع باش يرفعوا عليهم التهميش، باش بزاف ديال الحوايج، باش يديروا لهم مستشفيات، جامعات، يعني معامل فين يشتغلوا، يعني بزاف ديال الحوايج حنا معاهم فيها. ولكن المساله من تتولي انها تتهدد السلامه ديال الدوله ولا تحاول يعني تجزء البلاد، حنا ضد هذه المساله هذه. كما مجموعه ديال المغاربه ضد هذه المساله هذه. كما تلاحظوا الناس ديال الريف، يعني في البدايه ديال الحراك كان المغرب كامل متضامن معكم. والدليل على هذا هو ان نهار اللي كانوا المسيرات في الريف، كانوا مجموعه من المدن تيخرجوا الناس يديروا مسيرات معكم دعما للحراك ديالكم. حتى الجمعيات الحقوقيه كانوا مساندينكم. ولكن مؤخرا لا تلاحظوا ما كاين لا جمعيات حقوقيه، ما كاين لا اعلام، ما كاين لا مواطنين، لا مسيرات، لا في جميع المدن ما كاين لا مسيرات لا والو. علاش؟ لان الحراك ديالكم خرج على المسار ديالو. يعني ما بقاش داك السلميه كيف ما تنقولوا، بالرغم ان ديك السلميه تكون غير في الخطاب. يعني في الخطابات ديالكم تقولوا سلميه سلميه، ولكن في الواقع ملي تجي تشوف تلقى ماشي سلميه. المساله اخرى اللي قريت عليها في الاخبار، وهذه مساله خطيره، هو ان يعني كانت تمت مهاجمه يعني تكنه عسكريه، وكانت محاوله ديال سرقه السلاح، وكذلك مهاجمه تكنه ديال الشرطه. هذه المساله هذه اللي تتولي خطيره. يعني هنا ما تبقاش يعني حراك سلمي. ما نقولوش على جميع الناس ديال الريف، ولكن تنقولوا على بعض الناس المندسين والناس اللي تيخدموا اجندات، يعني ما نقولوا نقدروا نقولوا اجنبيه، نقدروا الاجندات يعني داخليه للناس اللي تيطالبوا بالحكم ولا حكم ذاتي ولا يحكموا راسهم بيديهم.
هذا هو الاشكال اللي كاين، وهذا هو المساله اللي خطيره كما تنقول، اللي وقع دابا حاليا في المغرب، واللي نتمنى من الله يعني الامور تدوز بالسلام. ونتمنى من الله الناس اللي في ديال الريف يعني يرجعوا للرشد ديالهم، ويعني يحاولوا يتفاداو يعني كل ما يمكن يجزأ المغرب ولا يقسم المغرب ولا ينوض الفتنه في هذه البلاد. لان المساله اللي خصو يعرفوها ماشي غير الناس ديال الريف ولا جميع المغاربه، هو ان الا ناض شي حراك ولا ناض شي صداع ولا ناض شي مشاكل ولا ناض شي تدخل على العسكر ولا تدخل شي دوله اجنبيه في المغرب ولا شي حاجه، راه اول واحد ياكل لاصار هو داك المواطن. خصوصا دابا بالريف الا ناضت مشاكل ولا شي حاجه، اول واحد ياكل لاصار هو الناس ديال الريف. فهمتيني؟ لان ماشي هذا تهديد، ولكن هذا هو الواقع. لان لا لاحظتوا غير سبيل المثال، يعني لا بالنسبه لسوريا ولا بالنسبه لليبيا ولا بالنسبه لتونس ولا بالنسبه لمصر، يعني شنو استفدوا من هذه الحراكات هذا؟ فهمتيني؟ حراك سلمي نحقق المطالب ديالي واخا، ولكن باش نطلب الانفصال ولا نطلب المهاجمه الامن ولا مهاجمه العسكر ولا شي، يعني تخلقوا مشاكل راسكم نتوما قبل ما تخلقوا مشاكل لينا حنايا. لاحظوا غير بالنسبه لليبيا ولا بالنسبه لتونس، ولا شوفوا على ليبيا حاليا، شوفوا العيشه اللي عايشه ليبيا ولا سوريا، الناس مهجرين. هذه المساله ديال المهجرين، في واحد الخطاب ديال ناصر الزبزافي اللي قال بان الشعب ديال الريف مهجر. ما, ما, ما عندها حتى شي معنى. الشعب ديال الريف ماشي مهجر، احنا كاع مجموعه ديال المغاربه مهاجرين للبلاد ماشي مهجر. يعني خصك يعني تنقي الكلمات وتعرف شو تخرج، لان تقول مهجر يعني انك يعني الدوله فرضات عليه انه يتهجر ولا طرداتو. حنا ماشي مهجرين، حنا مهاجرين. ومجموعه ديال المغاربه اللي مهاجرين ارض الوطن ماشي السبب سياسي، كل واحد وشنو السبب ديالو. كاين اللي سبب دراسي، اللي مشى يقرا، كاين اللي مشى انه يمشي يحسن المستوى المعيشي ديالو، كاين اللي يمشي يجمع شي فلوس، كل واحد وكاين يمشي للمستشفى التطبيب، كل واحد الهدف ديالو. يعني انا ماشي مهجرين بما اننا تندخلوا نخرجوا في بلادنا كما بغينا، احنا ماشي مهجرين. يعني هذه المساله اللي خصك تنتبه لها، لان كل كلمه تتقولها تخرج يعني تلتقطها الصحافه الاجنبيه، راه تيديروا منها يعني قصه كبيره. كما لاحظ الجميع وكما شفنا واحد اللايف البارح، هو ان كانت من بعد صلاه الجمعه وداك داك الخطاب اللي لقاه ناصر الزفزافي، واللي بقى تيغوت وتيهدد وتيدير بزاف ديال الحوايج، يعني قامت القوات ديال الامن حاولت الاعتقال ديالو. وفي هذه اللحظه هذه اللي تم هو الهروب لاحد السطوح ديال المباني، واللي كانوا مع بعض الاشخاص اللي تيدعموه وتيحاولوا يحميوه. وكانوا الناس في التحت كما قلنا من قبل بان الشخص هذا عنده واحد القدره كبيره على الاقناع، والطريقه يعني ديال الحرباء اللي تعرف كيفاش يتعامل بها، هو ان يعني اللي شاف داك اللايف، هو ان الناس اللي تحت هو تيقول لهم راه لا تشديت انا راني انتصرت، لا تعتقلت راني انتصرت، يعني تصفيت راني انتصرت، راه هادي انا غادي نسلم راسي، انا باغي سلميه، انا هادي. يعني تيلعب على العواطف ديال الناس. هو ما غاديش يسلم راسو، لانه ما باغيش يسلم. كون بغى يسلم راسو ما غادي يجيبش دي كارد كور، يعني جاب الحراس اللي تيحرسوه هو، يعني مجموعه ديال الحراس اللي شفنا في تصاور فيديوهات اللي تيحميوه. هاد الحراس هادو اللي بغينا نعرفوا حنا يعني شكون اللي تيدفع يعني الفلوس ديالهم. هاد الحراس هادو اللي بعض منهم يعني من الداخل وبعض ديالهم من خارج المغرب، يعني شكون اللي تيدفع هاد الاموال هادو باش يحميه هو. كما قلنا يعني هاد من جهه القوات ديال الامن، يعني باش تعتقلوا، يعني كان الناس اللي تدعموا يعني فوق السطوح اللي بداو تيشيروا على الامن، يعني ماشي بالحجاره ولكن بالحجاره كبيره، يعني اللي ممكن ديك الحجره طاحت على رجل الامن ممكن تقتلو. يعني هنا فين تيبان بان الامن بدا يعني المدينه بدات تفقد السيطره ديالها. وهذا مشكل خطير اللي ما تنتمناوش انه وقع لا في الحسيمه ولا في اي دوله ولا في اي مدينه مغربيه. كما قلنا ومازال تنقولوا، الا نتوما مع السلميه ومع تحقيق المطالب ديالكم راه حنا معاكم. الا نتوما باغيين الانفصال وباغيين ترفعوا الراي ديال الريف وباغيين تكره، راه حنا ضدكم. لان كاين شي اشخاص اللي داروا فيديوهات اللي تيقول لك بان حنا ما طالبنا سلميه، حنا ما تنطالبوش بالانفصال، حنا ما تنطلبوش بزاف ديال الحوايج. ولكن الا لاحظتوا كما قلنا، الا لاحظتوا كاع المسيرات ديال الريف،
ما فيهاش اعلام مغربيه، فيها العلم ديال دوله الريف، وفيها العلم ديال الامازيغ. العلم ديال الامازيغ كما قلنا ماشي اشكال، ولكن العلم ديال دوله الريف هنا فين كاين الاشكال. ومن تلاحظ بان بعض الاشخاص اللي تيديروا يعني الفيديوهات ولا تيديروا شي تعاليق ولا شي حاجه، تيقول لك عاش شعب الريف. يعني هنا ملي تقول شعب الريف ما تقولش الشعب المغربي، يعني تقول شعب الريف وتتقول دولة الريف وتترفع العلم المغربي. دونك شنو تطالب نتايا؟ يعني ما بقاش سلمية هنا. يعني هنا فين شنو تطالب بالانفصال. حنا كما تنقولوا حنا شعب مغربي من طنجة إلى القويرة. الشعب المغربي فيه الصحراوي، فيه السوسي، فيه العروبي، فيه الريفي، فيه الجبلي، فيه حنا كاملين. يعني ما عندناش فرق ما بين هذا وهذا. يعني الحمد لله حنا كاملين مغاربه، ونتمنى من الله نبقاو كاملين مغاربه باش البلاد تمشي للقدام وتزيد للقدام. كما تنقولوا كما قلنا من قبل بان المغرب فيه التهميش وفيه الفساد وفيه بزاف ديال الحوايج، ولكن بالطريقه يعني ديال يعني الحراك السلمي ممكن نقضيو عليه. لان لا لاحظتوا من كان الحراك السلمي جاو مسؤولين تفاوضوا معكم يحاولوا يحققوا لكم مجموعه المطالب. يعني كما لاحظتوا بان تيحاولوا تسريع ديال الوتيره ديال المشاريع اللي كان دشنها الملك. يعني الناس يخدموا تيحاولوا ما امكن يخدموا، ولكن خاص تكون واحد المساعده. يعني خاص مساعده من الناس ديال الريف، وما تحاولوش تبخسوا ما تقوموش بتبخيص المجهودات اللي تيقوموا بها يعني الناس اللي تيحاولوا ما امكن يفكوا هذا الاشكال هذا. باش ما نطولوش بزاف، على كل حال نتمنى من هذا الموضوع هذا يكون يوصل للناس ديال الريف والناس ديال المغاربه كاملين. ونتمنى من الله يعني هذا الموضوع هذا ينتهي على خير، ونتمنى من الله يعني تحقق المطالب ديال جميع الناس ديال الريف وجميع المغاربه في جميع ربوع المملكه. ونتمنى من الله يعني الله يدوز هذا رمضان على خير، ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.